معقول هذا اللي عم بيصير بأستراليا من وراء الحرارة؟ يا جماعة الحكومة عم تنبه الأهالي إنه يخزنوا مي لأيام الشوب القوية مشان الجفاف. مثل ما بتعرفوا إنه هلأ الحرايق ما عم تهدى عنا بمالبن، وكتير عالم متضررت، وفي عالم الله يرحمها يعني توفى. فالحكومة عم بتأنذر من الأهالي إنه يكونوا على استعداد على أي إنذار، إنه إذا طلعوا يعني إنه ما حدا يصمم إنه لا ما لازم نطلع أو شيء، لأنه الوضع أصلا ما بيتحمل. الحرارة عم توصل ل47 و48 عنا. ومثل ما قلت لكم يعني حتى في محلات وولوز عم بتوزع على البوابة عندهم مي ببلاش أول ما تفوت لعندها من ورا الشوب اللي صاير. عن جد شيء ما بتتخيلوه بالعقل، يعني يمكن نار جهنم مو بهالقوية. واليوم كنت عم شوف انه كمان حتى عم بينبهوا ولاية كوينزلاند هلا انه الله يسترهم من هاليومين ثلاثة اللي جايين، بس شو مقصدهم ما حدا بيعرف. فهيك انتبهوا منيح وعلى طول رتبوا حالكم. انتم شايفين انا هلا طلعت من الحمام بس ليكوا لا مكيف عم يعطي لا مروحة، شي مثل الكذب. واليوم الاولاد كلها هاشلة على المي، يعني حتى المي بتحسها عم تتبخر، بتنزل عليها انت بتقول يعني بتقول مي مغلية نظامي. فالله يستر. اكتبوا لي قديش الحرارة عندكم وشو الوضع بالكومنتات، بحبكم كثير. باي.